من غير رغي كتير ولا لا، ازاي تمارس الانجليزي العملي اللي هو مفيد ليك تشتغل بيه. مش شرط تكون الاول على المدرسه في الانجليزي بتاعك تبقى تقفل كل درجات الانجليزي. انا اقسم بالله امتحان الثانويه العامه بتاعي ما ذاكرتش فيه طول السنه غير عشان الحلفان بس، امتحانين ليله امتحانه عشان اشوف دماغ المتخلف اللي حط الامتحان ماشيه ازاي، ونقصت درجتين. والدرجتين اللي نقصتهم ده اللي في الانجليزي السلانج. يعني انا حليت سؤالين السلانج اللي هو اللغه العامه اللي احنا بنتكلم بيها، اذا بنتكلم انا وانت بالمصري كده اللهجه المصري بتاعتنا. فالسلانج هو ايه؟ اللهجه المصري بتاعت الامريكي مثلا، يعني اللهجه الامريكي، فاهم؟ ففي اللهجه الامريكي اللي انا حليته كان صح، بس في اللغه الرسميه كان غلط. فالدرجتين اللي نصتهم فرق ثقافات، مش غلط، فاهمني؟ فلك ان تتخيل ان انا امتحان ثانويه عامه ناقص فيه درجتين، ودرجتين زي ما قلت لك اونطه. من ايه؟ وانا ما فتحتش كتاب انجليزي واحد. ماشي؟ ليه؟ عشان انا وانا من صغري مارست كام حاجه وغصب عني، انا لو ما كنتش حتى واعي بالموضوع ده لقيت نفسي بالصدفه بقيت بعرف اتكلم انجليزي، لقيت نفسي بعرف افتح محادثه، لقيت نفسي بعرف اكتب واقرا واتعلم واسمع فيديوهات بالانجليزي. واللي بالمناسبه لو انت عندك معرفه واحده اللي انت تعرف تسمع فيديوهات بالانجليزي، تعرف تمارس حياتك بالانجليزي وتاخد المعلومات باللغه الانجليزيه، انت معاك ابواب مفتوحه لا حصر لها ولا عدد، تقدر تتعلم اي حاجه في الدنيا. عشان حتى الهندي اللي قاعد في نص الهند اللي هيعلمك ازاي تعمل كمبيوتر من الصفر بيتكلم بالانجليزي، عشان دي اللغه العالميه. فاهمني؟ دي اللغه العالميه، دي اللغه اللي الناس كلها بتتكلم بيها. فانت مش محتاج يعني ايه تاخد ورقه وقلم وحافظ 300 كلمه في اليوم، 300 كلمه في الشهر، 300 مش عارف ايه، واقعد احرد على الفاضي. انت محتاج حاجتين ومش صعبين، بس هم بيحتاجوا وقت. يعني الموضوع بياخد وقت، مفيش حاجه بتيجي ببلاش، بس لان هو الطريقه اللي انا هقولها لك النهارده دي ان شاء الله من غير مجهود، انت بتعملها كانك بتشرب ميه، كانك بتلعب، انت حرفيا هتسمع افلام. فاهمني؟ طريقه مش صعبه، بس هي بتاخد وقت وبتاخد النيه اللي انت نفسك تعمل الحاجه دي، نفسك تتعلم انجليزي، نفسك تستخدمه في حياتك تطبقه. ماشي؟ انا دلوقتي مش والله مكسل اوريك السكرين شوت وحاجات من دي، بس انا دلوقتي بتعامل مع كلاينتس اجانب، باخد منهم الدولار وكل الكلام الجميل ده، ورحنا الاونلاين والشغل اللي انت فاهمه ده. ما بتكلمش مع حد، ما بنخشش ميتنج كده زي ما انا شغل الكاميرا دلوقتي واقعد اتكلم معاه هاي هاو ار يو الكلام ده مفيش. حرفيا كل كلامنا شات. ولما اعطل معاه في حاجه بخش تشات جي بي تي. بس الفكره ان انا بخش تشات جي بي تي بعرف انا هكلمه في ايه، بعرف انا هقول له ايه، بعرف ان انا مثلا اقول له خد الايميل ده ظبطه لي، شيل لي اخطاء الجرامر. يعني انا مش بعرف الجرامر، يعني في كلمات كتير ما بعرفش انطقها، ما بعرفش اسبلها. عارف يعني اسبلها؟ اللي هو حروف ما اعرفش ابص الحروف بتاعت الكلمه، مش فاكرها ومش مهتم. انا بعرف انطقها وبعرف اتكلم معاه كانك بتفهم عربي، كانك بتعرف تتكلم كويس. بس في النحو ما فيش، في الكتابه ما فيش، فاهم؟ املتك وحشه بس انت بتعرف تتكلم. دي اهم حاجه. انت محتاج الحاجات دي حلوه جميله، وده اللي احنا بنتعلمه اصلا طول السنين. بس انت ما اتعلمتش الاساس اللي انت تتكلم باللغه، تمارسها، تدي اللي قدامك اللي هو محتاجه منك وتاخد منه اللي انت عايزه. تمام؟ فده اللي انا عايزك تتعلمه، ده اللي انا علمته لنفسي مره بالصدفه ومره عن عنس، والمرتين ادوا نتائج احسن من بعض. تمام؟ هقول لك دلوقتي الصدفه بتاعتي كانت ماشيه ازاي عشان تاخد فكره، وزي ما تقول كده تعمل النظام بتاعك انت بدماغك. يعني انا مثلا حتتي ان انا كنت بحب الالعاب وانا صغير، فالالعاب اللي كنت العبها كلها كانت بالانجليزي. فمثلا ماينكرافت يا سيدي، وانا في سنه ابتدائي كان عندي 12 سنه تقريبا حاجه زي كده، خدت بالي من الموضوع ده. بلعب ماينكرافت، تمام؟ بلعبها بالانجليزي، انا ما اعرفش احول اللعب عربي، مش عارف احولها عربي، فاهم؟ هي نازله لي بالانجليزي مش عارف اغيرها للعربي. بعد العبها ف يعني هديك مثال بس. كتاب اللي هو كتاب السحر اللي بتحطه على السيف وبخليه اقوى، حطيته على السيف لقيته اقوى. كتاب لقيته اسمه ايه؟ اس اتش مش عارف ايه، عرفت ان الاس اتش بتاعت شين والكلام بتاع الابتدائي ده. فلقيتها انطقها، لقيتها شاربنس. شاربنس، تمام. شاربنس خلت الكتاب اقوى، فاكيد الشاربنس دي قوه او حاجه. تمام؟ جيت قفلت ماينكرافت، لعبت لعبه تانية كانت قصه. فالقصه دي كانت ايه؟ كانت ناس محبوسين ومربوطين ايديهم ورا ظهرهم، فواحد فك ايده قاعد يعمل كده اني سنج شارب اني سنج شارب. يعني ايه؟ فهمت من الطريقه دي ان هو بيقول للناس ان هو عايز حاجه حاده، ان هو بيعمل كده اشاره. فانا فهمت يعني شارب يعني حاد. بس وانا بلعب ماينكرافت شارب اس
اللي كانت محطوطه على الكتاب دي خلت الكتاب اقوى. فاكيد شاربنس هي الحده. فاهمني انا بكلمك في ايه؟ فالموضوع ده انا خدت بالي منه في نفس اليوم اللي لعبت فيه البيتين دول. لقيت نفس الحوار ده بطبقه على كل حاجه. لقيت كلمه نس المقطع ده بتحط على اي حاجه غالبا بتخلي الكلمه الخام، بتخلي الحده، القوه. فطبقت المثال ده تقريبا في كل الكلمات الانجليزي، ويصيب يا تخيب. كنت بعجن كتير في النص. بس الفكره ان انا بقيت عامل زي العيل الصغير اللي عنده 10 سنين لسه بيتعلم الكلام. بقيت بعرف اضبطها كده، يعني ايه، بقيت بعرف اوزنها. اكيد هي تم معناها كده، اكيد معناها كده. وبخبص مثلا 20% من الاوقات، بس 80% الباقي بجيب الكلام بفهمه. فلقيت نفسي لما وانا كنت صغير، وطبيعي جدا كمصري محروم من حاجات كتير، فاضطريت ان انا اتعلم ازاي اجيب فلوس اونلاين او الحاجات دي. فالطرق اللي لقيتها اللي انت تعمل براند، تعمل مش عارف ايه، تتعلم ماركتينج، تتعلم دروب شيبينج والحاجات دي. فالفيديوهات اللي لقيتها كواليتي احلى، او المعلومات اللي انا كنت نفسي اسمعها وكان المعلومات اللي انا مستساغها عجباني، لقيتها موجوده بالانجليزي. هاو تو ميك ماني اونلاين، هاو تو ميك 10K ا مانث، حاجات من دي. دخلت على الفيديوهات دي لقيت اللي بيتكلم انجليزي، انا مش فاهمه قوي، بس برضه الكلام عاجبني. يعني انا هو قال فلوس وهتخش على الموقع ده، وعرفت ان الموقع معناه ويب سايت. فاهم؟ انا بحكي لك قصه عشان بس تفهم انا رحت فين وبقيت فين بسبب ايه. بسبب حاجه تافهه، ان انا كنت بحب العب ومركز بس في اللعب اللي انا بلعبه، مخلي بس البيئه اللي حواليا انجليزي. وهقول لك ازاي تطبق ده في حياتك عشان تدمج الانجليزي في حياتك من غير ما تحس. شفت انت الناس بتوع ايجيبت تلاقيه 3/4 كلام انجليزي، ولما تيجي تقول له اعدل لسانك يا ابني بتتكلم زي الخوارج كده ليه، يقول لك لا هو انا متعود كده. هو فعلا متعود كده. الانجليزي اتدمج في حياته. ماشي؟ انت بقى هتاخد الموضوع ده على كبر، فانت هتدمجه بوعي. فانت لو عوزت تفصل الانجليزي عن العربي هتعرف تفصله، فانت بقيت احلى منه. الناس اللي بتيجي متاخر في حاجه زي كده، في حاجات كتير في الدنيا، بتلاقي نفسك احلى من الباقي عشان انت الموضوع خدته على كبر. يعني انت مثلا لو انت مولود شخصيتك كويسه بتعرف تتكلم مع الناس بالفطره، انت مش هتطور على الخصائص اللي فيك دي عشان انت مش محتاج. انت ما اتزنقتش في محادثه ولقيت نفسك مش عارف تتكلم فاضطريت تتعلم ازاي تتكلم. فاهمني؟ بس انت بقى لو انت اكتشفت اللي انت رحت في محادثه وما عرفتش تتكلم وما عرفتش تأدي وما خدتش اللي قدامك في طرفك والكلام الجميل ده، هتضطر تتعلم ازاي تتكلم الناس، وهتضطر تتعلم ازاي تعملهم كويس، هتضطر تتعلم ايه اللي حلو تقوله والوحش ما تقولوش كده. فاهم؟ فلما تيجي انت تتعلمها بقى لوحدك هتلاقيها تطلع احلى من تتعلمها بالفطره لو اتعلمتها صح. فاهمني؟ فانت عديته. بس الفرق ما بينك وما بينه ايه؟ انت دلوقتي كل واحد طبعا في حاجات وحشه وفي حاجات حلوه، في كل واحد فيه مميزات وعيوب. انت عالجت العيب بتاعك بالاضافه للميزه اللي انت اتولدت بيها اصلا. فانت دلوقتي مثلا بقيت بتعرف تتكلم كويس، وفي نفس الوقت بقى عندك مثلا ايه، معرفه تكنولوجيه، فاهم في التكنولوجيا وبتعرف تتكلم في الكمبيوتر ساينس والحاجات دي. تمام؟ فانت عندك الاثنين. اما التاني ده استغل بس ان هو بالفطره بيعرف يتكلم كويس وما عندوش غير الخاصيه دي، فانت بقى ايه، تقلت في السوق، سواء سوق شغل، سوق عمل، سوق جواز، سوق في اي حاجه. تقلت، وزنك تقل، بقيت انسان تقيل، عارف، عندك معرفه كبيره وبتعرف تطبق في حاجات كتير. فالكلام ده لا يقدر بالبتنجان حرفيا. مفيش حاجه تعرف تسمن الكميه الحاجات اللي انا بقولها لك دي. والله بتفرق فرق السما من الارض. تمام؟ انا واحد من الناس ما كنتش بعرف اتكلم كويس، وكنت بعرف اتكلم اكسب اللي قدامي في طرفي، ما كنتش بعرف اخد اللي انا عايزه من قدامي. دلوقتي اتعلمت الحوار ده على كبر، وتعلمته بعلم حقيقي. قريت كتب وقريت ناس وسمعت فيديوهات، وقضيت حرفيا اكتر من سنه ونص وسنتين في حياتي ان انا اتعلم الموضوع ده. بس دلوقتي كده بكسب الناس في صفي، باخد اللي انا عايزه بقى، اي حاجه مصلحه تتقضى كده عشان ايه، بخلي اللي قدامي يحبني. باخد مثلا، يعني انا دلوقتي عندي في الجيم، انا قاعد في مدينه ما في مصر. الجيم اللي معايا فيه اول جمهوريه باور ليفتنج، اول جمهوريه باور ليفتنج. تمام؟ قاعد كان مريح 8 شهور عشان متجوز. جسمه احلى من الناس اللي بتاخد ستيرويدز انا اعرفها. الناس قاعده على 6 شهور او سنه ستيرويدز، والله جسمه احلى منهم وهو مريح. تخيل ده اسوأ حاجه عنده، اوسخ جسم ممكن يكون هو في الحاله فيها. فاهم؟ فلك انت تخيل ده جسمه دلوقتي عامل كده، ما بالك لو رجع تاني. فاهمني؟ ده بتمرن معاه، عرفت تكسبه في صفي وهو قال لي التمرين معاك حلو. ده اول يوم اتمرنت معاه فيه. ليه؟ عشان عارف اللي هو محتاج يسمعه واللي انا محتاج اقوله. برضه مش اللي هو انا هضحك عليك لا، انا فعلا نفسي اكون معايا انسان كويس، وانا شايف نفسي كويس، او اتمنى ان انا اكون كويس، او بسعى في ده. فننفع بعض. فاهمني؟ بعرف اتواصل معاه، باخد منه المعلومه اللي هو محتاجها، باخد منه المعلومه اللي انا محتاجها، وبديله المعلومه اللي هو محتاجها.
فاهم؟ فانا كده اتعرفت عليه عشان بس اتعلمت ازاي اتكلم كويس، اتعلمت ازاي اعامل الشخص اللي قدامي بالطريقه اللي هو يحبها وفي نفس الوقت اللي انا مرتاح فيها. اتعلمت حاجه، فدي طبقها في اي حاجه في حياتك هتلاقي نفسك عديت في حاجات حتت بعيده. انت يا باشا مفيش حد زيك، مفيش حد زيك. طيب الكلام الجميل ده كله ازاي تطبقه دلوقتي انت كشخص عادي مصري بسيط؟ انا مش عايز تصرف جنيه ولا تصرف جنيه معايا في حاجه، هديلك حاجه اوبشنال في الاخر ان هي تسرع الموضوع بفلوس طبعا، بس ان هي ايه، الاساس ببلاش. كل الحاجات اللي هبقى لك دلوقتي دي من غير ولا جنيه واحد. كل اللي مطلوب منك النيه، واللي انت فعلا هتعمل خطه كده بسيطه ان انت تلتزم في الحوار ده عشان بس تلزم نفسك بيه وتلاقي نتيجه حقيقيه، مش هلس، مش تضيع عمرك على الفاضي. وبعد النتيجه دي ما تظهر انت هتنبسط قوي من نفسك وهتنبسط من المستوى اللي وصلت له، وهتبدا تعلي عليه لوحدك تلقائي، انت نفسك تعمل كده. تمام؟ بس الفكره اللي انت تبدا في الخطوه اللي انا هقول لك عليها دي، اللي انا هقوله لك دلوقتي ده جزء من البيانات المدفوعه بتاعتي، ان هو ان انا هتابعك وهدي لك الموضوع اللي هقول لك عليه دلوقتي ده. وحاجه كمان، الحاجه الاولانيه اللي انت تجيب فيلم من الافلام اللي احنا كنا بنسمعها واحنا صغيرين، كونغ فو باندا، افلام ديزني الصغيره القديمه دي، افلام كلنا سمعناها، كلنا سمع، لازم تكون سمعته قبل كده وبالترجمه بالدبلجه المصري. تمام؟ هتسمعه بس بالانجليزي، بالسبتايتلز انجليزي، بالترجمه انجليزي. تمام؟ انت فاكر الاحداث وفاكر القصه، هم في الترجمه او الدبلجه مش بيغيروا قوي. يعني مثلا ايه، ممكن الترجمه الحرفيه للكلمه يقول لك ايه، لما تيجي تسمع فيلم زي كونج فو باندا هتلاقي مثلا جمله فيه بيقول لك ذاتس وايلد، يعني دي حاجه روشه، دي حاجه جارحه. كلمه وايلد يعني جارح، يعني حاجه معديه فشيخه. فلما تيجي الترجمه حرفي هتلاقيها هذا شرس. تمام؟ بس لما يجي يدبلجها بقى للمصري او للفصحى اقول لك هذا رائع. تمام؟ فوايلد ممكن تساوي وندرفول، ممكن تساوي جود، ممكن تساوي اوسم، فبتساوي حاجات كتير. بس الفكره اللي انت ايه، هتلقط، هتجيب من هنا ومن هنا، وهتجيب من الذاكره القديمه المتخزنه عندك. انت سمعت الكرتون ده قبل كده فاكيد انت قلبك حاسس بمعنى الكلام اللي جاي. انا عايز الحته دي، انا عايز ان قلبك يكون حاسس بمعنى الكلام اللي بيتقال، مش شرط تكون فاهم. هتسمع الفيلم عادي خالص، وهيبقى في زي مجموعات اسبوعيه فيلم واحد، هنكون متفقين ان كل اللي موجود في الشانل دي او المكان اللي الجلسه اللي هتقعدوا تسمعوها هتسمعوه كلكم سوا، تسمعوا نفس الفيلم ده الواحد ده كلكم سوا، وبالترجمه والدبلجه الانجليزي، بالترجمه الانجليزي قصدي، هتسمعوا من اول للاخر. وبس هتكتب من 5 ل 25 جمله انت فاكرهم بالانجليزي، مش شرط سبين، مش شرط كتاب، مش شرط حاجه. وهتاكد عليهم بعد ما تخلص ان هم كلمتهم صح، كلامهم صح، نطقهم صح. انت طبعا انت سامع النطق بقى، انت كده فهمت نطق، فهمت كتابه، فهمت قرايه، 3 في نفس اللحظه، عشان انت سمعته كتبته من دماغك باللي انت سمعته في الفيلم، ورحت طبقته في الورقه والقلم، ولقيت اللي حواليك برضه هيبقى فيه زي متابعه اسبوعيه للكل. بس انتوا دول هتعملوها لوحدكم، انا مش عارف اديكم وقت من ده عشان دي حاجه للناس المجانيين. انا والله الموضوع ده اللي عايز، لمن يهمه الامر، اللي عايز يعمل حاجه في حياته، مش شرط 2 جنيه. انا جاي هنا بس والله عشان تطلع المصلحه، تطلع مني المصلحه. الفكره الحاجه اللي مدفوعه عشان بس الناس اللي عندها حاجه بتحرقها تحت، الحاجه المدفوعه دي انا بحط من وقتي فيها. فلو حطيت من وقتي في حاجه لازم تبقى بفلوس، تبقى مقابل. انا بحط من وقتي في الفيديوهات دي بس عشان انا برتاح وانا بقول معلومه في دماغي حاسس ان قدامي هتكون مفيده ليه. تمام؟ ده رقم واحد. رقم 2 ان انا ممكن اطلع منها فلوس حلوه عشان انا في الاول وفي الاخر باخد من وقتي وبديلك. تمام؟ بس في نفس الوقت انا بديلك الحاجه اللي انا مبسوط وانا بديها، فاديني حاجه بالمقابل لو تقدر ده. مش هتديني انت مش هتستفاد حاجه. يعني انت مثلا مش هقول لك اديني 100 جنيه عشان ابعت لك الفيديو ده، لا، هدي لك حاجه احلى بكتير من الخطه المجانيه. بس ايه، مطلوب تدفع لها مبلغ بسيط، مبلغ رمزي يا عم، مش رمزي، بس الفكره ان هو ايه، مبلغ تقدر المجهود اللي انا حطيته في الحاجه دي. وانا فعلا هكون متابع معاك 24 ساعه بخطط وحاجات وبلان معقده اكتر من كتير من اللي انا هديلك ببلاش دي. تمام؟ البلان المجانيه زي ما قلت لك، هتسمع الفيلم من 5 ل 25 جمله من دماغك من اللي انت فهمتهم من الفيلم، هتكتبهم اي حاجه وتروح باعتهم على الجروب بتاع الديسكورد اللي انت تخش فيه او التشانل. هتروح الشباب هياكدوا لك على السبيلنج وعلى النطق وعلى كل حاجه. انت كده كده زي ما قلت لك هتكون فاهم النطق، فانت خدت نطق، خدت كتابه، الجمله اللي انت كتبتها من دماغك دي اقسم لك بالله ما هتنساها طول عمرك. ليه؟ عشان انت جايبها،
انت اللي مألفها حرفيا. انت سمعتها بس انت تفتكرها بالاحاسيس اللي جواك، والاحاسيس ما بتتنسيش. او والله العظيم الموضوع يبان تافه كرنج، بس اقسم بالله النتيجه دي تنفع في كل مره، في اي لغه، في اي حاجه عايز تتعلمها. لو ربطتها بمشاعر، ولو المشاعر دي كانت سلبيه هتربطها ربطه قويه جدا بروحك. مثال على ده، اي حاجه انت فاكرها في مخك وانت صغير في تانية ابتدائي ثالثه ابتدائي، انت فاكر حاجات زي كده، فاكر مثلا ان اسف والدك ضربك او حاجه من كده، موضوع انت مش قادر تنساه رغم اللي انت كنت عايز حرفيا. انت ناسي كل حاجه بس مش فاكر غير اللحظتين دول، عشان الموقف ده سبب لك مشاعر كبيره قوي، فالموقف اتحافر حرفيا في نافوخك. فانت بتعمل حاجه شبه كده في المزامر او الكاريكيا من المنهج اللي احنا ماشيين بيه في التعلم الانجليزي ده. كل ده من غير ولا جنيه، في قناه مجانيه اللي انت تعمل فيه الموضوع ده بس، اللي تسمع افلام وتسجل وتعمل كده. وفي زي خطه اسبوعيه او تارجت اسبوعي لكل واحد، وفي زي الليدر بورد او اللي هي ايه، افضل 10 للناس اللي هي عملت الكلام ده. تمام. وان زدت عن 25 ما فيهاش مشكله، ده يا ريت. بس انا ايه، عايزك الحاجه دي تعملها على الاقل 3 مرات في الاسبوع ان ما كانش الاسبوع كله. 3 مرات في الاسبوع ان ما كانش الاسبوع كله. هيبقى فيه فيلمين مرتين في الاسبوع، يعني فيلم في اول الاسبوع فيلم في اخره، او على حسب بقى هنشوف ان الشباب جوه الميعاد اللي بيرسم مع الكل، فاهمني. وهتظبطوا مع بعض وهتسمعوا الافلام دي. انت تسمع فيلم، انت يا ريس مش عامل حاجه. وواحده واحده هخليك تغير التليفون بتاعك بالانجلش، لان لغه الجهاز ذات نفسه تخليه بالانجلش، فانت ده هتزود معاك فوكابيولري. انت حرفيا بس انت ما مسكتش ورقه وقلم وقعدت كده تحفظ لي كلمه واثنين وثلاثه وتنساهم بعد 3 ايام. انت غيرت حياتك، انت جبرت نفسك كانك سافرت امريكا والناس اللي حواليك كلها بتتكلم انجليزي، فانت مضطر تتكلم انجليزي عشان تعيش البشر. فانت غيرت البيئه اللي حواليك، فدي اجبرتك ان انت تتغير من جوه. فانا بحاول اعمل لك كده، بحكي لك البيئه دي بان انا اغير لك لغه الجهاز بتاعك تخليها بالانجلش، واغير لك لغه اللي انت عامل بقى اللعبه بتلعبها مثلا بابجي هتخليها بالانجليزي. والله بكلمك بجد، يعني انت اي حاجه بتعملها خليها بالانجليزي على قد ما تقدر. غير بابجي، غير الجهاز، غير في هيبقى في برضه زي مجموعات تقويه في الديسكورد، اللي انتوا حرفيا تخش تعمل محادثه بالانجليزي بس انت وواحد بيتعلم معاك، فاهم. ممنوع حد يتكلم كلمه واحده عربي، دي موجوده، الاثنين دول ببلاش. طيب دي خطه مجانيه. الخطه المدفوعه يا ريس، انت هتخش على الديسكورد عندي تسال عن الخطه المدفوعه، وانا هدي لك التفاصيل وهدي لك الاسعار وهدي لك تفصيل مفصل عن الخطه، عشان بس اوفر على وقت الناس. مش هقدر اقول لك كل تفاصيلها دلوقتي، مش هقول لك تفاصيلها كلها دلوقتي. عايز تعرفها اتفضل جوه على الديسكورد، وانا هقول لك كل حاجه باسعار. للحاجه شفتها مناسبه ليك اهلا وسهلا، ما شفتهاش مناسبه ولا اي حاجه مش هقول لك انت لازم تشتريها كده، ما فيش حاجه، لا ما فيش حاجه. في الاول في الاخر مصلحتك اهم مني، انا ما اعرفكش ولا انت تعرفني. اهم حاجه ان انت تطلع بمعلومه مفيده تفيدك في حياتك. ده هتفيدك انت وهتفيدني انا بعدين. يعني انت لو اصيل، البني ادم الاصيل بيفتكر الجميل للشخص الدهون. فلو اديتك حاجه فادتك في حياتك، انت ان شاء الله هتكون بني ادم كويس واصيل، هتفتكرها لي. مش مطلوب منك غير ان انت تدعي لي، والله يعني انت تدعي لي بوجه غيب ان انت الشخص ده فادني، ربنا يكرمك. مش عايز منك اكتر من كده بجد. في حاجه احسن من كده؟ بس يا ريس.